أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل سريعا. وكما ذكرت في البداية هيكون ضيفي نجم الغد حارس المرمى المتألق الصاعد الواعد محمد خميس. وأنا برحب بيك في صوت الناشئين يا محمد. برحب بيك يا كابتن محمد. كلمنا كده بقى عن يعني بداية لعبك كحارس مرمى. يعني مين من المدربين اللي قال لك أنت ممكن تبقى حارس مرمى؟ مين اللي وظفك في المركز ده؟ أو بداياتك يعني بدأت إزاي؟ انا من صغري وانا حابب حراسه المرمى. يعني انا لما كنت في المدرسه كنت بقف جون فبتعلم. وبعد كده لعبت في مركز شباب عندنا في حراسه المرمى. وفي قول اسم مركز شباب عشان الناس تشوف. مركز شباب اتريس. ولعبت فيه كباتن كتير، الكابتن زكريا البنا والكابتن اسامه فتحي شافني والكابتن محمد رجب. كل دول الكباتن دولت لهم فضل عليا برضك بعد ربنا. دول من المدربين اللي لهم بصمه عليك. لهم بصمه عليا. كان سنك كام في التوقيت ده؟ انا كان سني حوالي بادئ من 10 سنين وانا بادئ حراسه المرمى. من صغري وانا حابب حراسه المرمى وانا بقف جول. يعني انت كنت 10 سنين وبدات حارس مرمى. يعني ما لعبتش كوره مثلا مهاجم او ديفندر او هاف ليفت ولا باك رايت لا، ساعات بعد كده وانا مع زمايلي كده انا حابب حراسه المرمى. يعني طموحك ايه يعني انت كلمنا عن طموحك كده. يعني حارس مرمى عايز تعمل ايه في حياتك القادمه؟ يعني انت النهارده بنوجه الشكر كله للكابتن صبري سمير طبعا ان هو اتاح لك الفرصه ان انت تكون موجود معايا، لان طبعا الكابتن صبري سمير واخد فرقه 2000 و2002 وانت 2001 بتلعب مع 2000. يعني هو بصراحه قال لي من الحراس المميزه ولازم نلقى عليك الضوء بشكل كويس يعني. فانا حبيت اشكر الكابتن صبري سمير على الهواء. لا، انا بشكر الكابتن صبري على مجهوده معانا وكل الشكر عليا طبعا. فانا طموحي ان انا ابقى حارس مرمى كبير طبعا واوصل فوق زي نجمنا محمد صلاح طبعا والشفاء العظيم محمد صلاح. طبعا ادوا دعم كبير جدا للناشئين يا محمد. يعني النهارده وجود كابتن محمد صلاح فخر العرب والنني كابتن اكبر انديه الدوري الانجليزي. يعني النهارده ادوا زي ما بيقولوا ايه مساحه كبيره قوي للحلم عند الناشئ ان هو يقدر يحترف ويحقق حلمه. ولا انت شايف ايه؟ انا شايف طبعا الكابتن محمد صلاح طالع من نادي المقاولين العرب. يعني طبعا حاجه كبيره طبعا. نادي المقاولين مش حاجه صغيره. فليه الفضل اللي هو طالع من نادي المقاولين طبعا. وبدا احترافه بره. لكن اقصد ان انت يعني يعني ادى مساحه للحلم. الناشئ النهارده بدا يحلم. أيوة يعني قبل وجود صلاح كانت اقصى احلام اللاعب ان هو يلعب زمالك، يلعب اهلي، يلعب مقاولين. يعني النهارده اصبح الحلم ان هو عايز يحترف كمان في انديه انجلترا، في اسبانيا. يعني اصبح الحلم متاح دلوقتي. الحلم متاح طبعا للجميع. طبعا انت احلم وربنا سبحانه ويجتهد كده. بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيوفقك وانت لا تطلع بنفسك. انت عانيت في انديه. يعني رحت قد ايه يا محمد؟ يعني انا والدك بيقول لي مشكلته كانت من فتره من الفترات ان هو قصير القامه. انا يعني طبعا هل النقطه دي انت عانيت منها؟ انا مع ان انا الكابتن محمد السيد مدرب حراس المرمى قال لي ان انت بتعوض ده في التراي. يعني بسم الله ما شاء الله عليك في العالي. يعني قال لي افضل من الناس اللي هو اطول منه او اللعيبه اللي اطول منه في حراسه المرمى يعني. ايوه، بس انا طبعا يعني في ناس كتير قالت لي انت قصير وفي الجون ومش هتنفع. لا، بس انا طموحي ان انا اكمل في حراسه المرمى. والطول ده حاجه بقى تيجي من عند ربنا. لا، انت بتشتغل على نفسك. واشتغل على نفسي. بتشتغل على نفسك. يعني النهارده اما المدرب يقول النهارده ان هو بيعوض في تراي بيطلع عالي ومسافات عاليه. يعني ده شيء جميل ان انت تقدر تعوض النقص اللي عندك. ايوه، بنعوض النقص اللي عندك. كلمنا بقى توقعاتك الموسم الجديد ايه؟ ويعني انتوا هتلعبوا على ما اعتقد منطقه. يعني عايزين تاخدوا البطوله. شايف في التدريبات في جديه؟ يعني عايزين تنافسوا على البطوله السنه دي؟ لا طبعا، الفريق بتاعنا داخل كله بشده جامده في التمرين وكله حاجه كله على قلب راجل واحد. كلنا مع بعض في ايد واحده وان شاء الله هناخد البطوله. انت ايه رايك بقى في حراس مرمى منتخب الحاليين؟ يعني من وجهه نظرك كده كحارس، يعني بتشوف مين فيهم افضل او مين اللي يقدر يعني يكون عرين اسد منتخب مصر في حراسه المرمى؟ هو طبعا في ابو جبل طبعا حارس مرمى الزمالك. وفي محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي. فالاثنين دول انا شايفهم هم من الاثنين المميزين في حراسه المرمى اللي يستحقوا المنتخب المصري الاول. كابتن محمد الشناوي. كابتن محمد الشناوي والكابتن محمد ابو جبل.
لكن في جنش بسم الله ما شاء في الله، جنش بس بعد حراس الإصابة رجع كويسة بقى جداً. بقوة برضه الجنش عشان لازم يرجع الثقة. لمكانه. واحمد الشناوي نتمنى ان هو يرجع طبعا لمستواه تاني يعني. قول لي بقى محمد، يعني توقعاتك لمباراة القمة اللي يعني العالم كله منتظرها، خاصة العالم العربي. توقعاتك لمباراة القمة ونهائي افريقيا ما بين قطبين الاهلي والزمالك. حاجة مشرفة فعلا ان الاهلي والزمالك يكونوا في نهائي بطولة كبيرة زي كده. هي حاجة مشرفة طبعا لمصر جميعا، دي أول مرة في تاريخ مصر اللي بطولة أفريقية تبقى بين فريقين مصريين. بالظبط. فهي أتوقع المكسب لنادي الزمالك طبعا، أنا زملكاوي. زملكاوي انت. فأتوقع احنا اهلاويه بقى وهنكسب الزمالك. إن شاء الله الزمالك هيكسب. احنا قبل النتيجة خلي بالك، بعيدا عن الانتماءات، نتمنى ان احنا نصدر مشهد كويس حضاري، تبقى صورة كانت جميلة فعلا بالظبط. ان احنا يعني ما فيش يعني احنا مصريين، وده يعني حاجة جميلة جدا ان انت بتلعب نهائي كبير، واحنا لازم ندي صورة حضارية للناس، وان الرياضة يعني اخلاق وروح جميلة ومتبادلة ما بين كل لاعيبة مصر. يعني ده اهم من النتيجة. وفعلا هو العالم كله بيتفرج عليك، يعني مش مصر وحدها بس اللي هتتفرج عليك، العالم كله مستني نهائي دوري ابطال افريقيا، فكله بيتفرج عليك. اكيد. قول لي بقى مين من حراس المرمى كده اللي يعني انت بتعتبره قدوه ليك، بتعتبره مثل اعلى ليك، نفسك توصل اللي وصل له في مستواه الفني في مراحل مختلفه يعني. انا عندي امنيتي ان انا ابقى زي مانويل نوير، تير شتيجن، حاجه يعني خيال، يعني في سرعه بد معاهم يعني. مانويل نوير اخطبوط، عنده رد فعل عظيم، اخطبوط على راي المثل زي ما بيقولوا. في مصر بقى مثلك الاعلى مع جنش وابو جبل. ده ما فيش شناوي خالص ولا لا عشان بقى تعرف بقى كنت. طيب حماده، انت شرفتنا يا محمد، وان شاء الله هتكون دايما معانا باستمرار. لكن قبل ما انهي معاك، انا بشكرك على وجودك في برنامج صوت الناشئين، واتمنى دايما يا رب اشوفك نجم كبير، لان انا دايما اتعودت ان انا صدقني الحمد لله رب العالمين الجميع يعلم احنا بنطلع بمعاناه قاسيه جدا جدا في الظهور بالبرنامج لخدمتكم وخدمه كل مواهب مصر. كلمه اخيره تحب توجهها لحد واقف في ظهرك بيدعمك بيساندك؟ انا بحب اشكر بس والدي كتير عشان تعب معايا تعب شديد قوي يا كابتن. فبشكر والدتي على دعواتها ليا، وربنا يخليهم ليا. يا رب يخليك، وان شاء الله تقدر تعوضهم خير ان شاء الله، لان انا شفت والدك من الناس المكافحه جدا، وان شاء الله نشوفك دايما متالق باذن الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، طبعا بكده بتنتهي فقره نجم الغد. كان معنا محمد خميس حارس مرمى 2001 لفرقه الاستثمار في نادي المول العرب. اسمحوا لي اطلع فاصل واستقبل ضيف من العيار الثقيل، ذئب من ذئاب الجبل، الكابتن عبد العزيز مصطفى، حاول الكره المصريه الكابتن زيزو.